لن ترى الدنيا على أرضي وصية، وستبقى راية بلادي عالية خفاقة إلى الأبد بمشيئة الله تعالى وحفظه ورعايته. الزميل العزي العصام ينضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة، المنسق الإعلامي للمنتخبين الوطني والأولمبي. العزي، مساء الخير، كل عام وأنت بخير. مساء الخير أخي محمد، أهلا وسهلا بكم وكل المشاهدين الكرام في كل مكان. أجواء احتفالية للاعبي منتخبنا الوطني بمناسبة العيد الوطني 33 للوحدة اليمنية المباركة، ماذا عنها وماذا عن جديد المنتخب الأولمبي والأول؟ عزي. شكرا جزيلا أخي محمد. طبعا الأجواء الاحتفال التي عشناها مساء أمس في مقر إقامة بعثة منتخبنا الأولمبي الوطني كانت أجواء طيبة ورائعة، أجواء وطنية وحماسية، يعني كان الجميع متفاعل مع هذا الحدث، وكان لابد أن نقدم صورة مشرفة تليق بهذه المناسبة حتى وإن كنا بعيدا عن أرض الوطن. بالنسبة لمنتخبنا حاليا وصلت اليوم مجموعة فجر اليوم مجموعة من أو المجموعة الثانية من اللاعبين الذين كانوا في مأرب، منهم عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي وعدد أيضا من لاعبي المنتخب الأول. وعلى رأس المجموعة هذه وصل الكابتن جمال الخوربي مدير المنتخب. طبعا الجميع يتكلم لماذا أرسلوا على دفعات. الذي يريد أن يعرف ويفهم يفهم أن ظروف اتحاد كرة القدم هكذا، لم يقف أحد إلى جانب اتحاد كرة القدم ولم يسانده أحد، وهذا كله بفضل الله ثم بفضل الشيخ أحمد صالح العيسي. نعم، إذا انضمت مجموعة جديدة من اللاعبين. عدد اللاعبين يا عزي؟ عدد اللاعبين 11 لاعب حاليا. بشكل عام العزي، كيف تسير أجواء المنتخب؟ ماذا عن التحضير لمباراة ماليزيا التي تقام في 20 من شهر يونيو القادم، وكذلك ربما يحدث تضارب ما بين مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا التي تقام في بغداد وكربلاء؟ كلنا نعلم أن هذا المعسكر هو معسكر مشترك للمنتخبين الأولمبي والأول، وكلنا نعلم وقد تكلمنا كثيرا ومرارا أن المنتخب الأولمبي هو بإذن الله سيكون نواة المنتخب الوطني الأول في إطار التجديد الشامل للمنتخب الوطني. وحاليا الجهاز الفني يعول على ذلك ويعتمد على مجموعة من العناصر الطيبة. طبعا معسكر مارب كان كله تحت إشراف ورؤية الكابتن سكوب من خلال صور الفيديو التي كانت تنقل إليه أول بأول عن مستويات كل اللاعبين. كان يتم تصوير التدريبات وتصوير التقسيمة وتصوير كل شيء ويرسل إليه أول بأول، وكان يتابع كل صغيرة وكبيرة، ومن خلالها هو من استدعى هؤلاء اللاعبين وأقرهم لحضور المعسكر. نعم. يوم أمس كان هناك تقسيمة للمنتخب الأولمبي اللي كانوا موجودين قبل أن يأتي المجموعة الجديدة. كان هناك تقسيمة وهي التقسيمة الأولى تحت إشراف الكابتن سكوب. لأول مرة أرى على وجهه ملامح الارتياح، يعني ربما كان قلقا نوعا ما من بعض الاختيارات، لكنه بعد أن رآهم في التقسيمة وجد القوة والصلابة، وجد المهارة، وجد الإقدام، وجد استيعاب الجمل التكتيكية التي بدأ يضعها لهم. وبالتالي بدأ من اليوم أيضا خطة جديدة، وهي يعني تلقينهم الجمل التكتيكية التي سيعتمد عليها. هناك ملاحظة نقولها مرة أخرى وقلناها من قبل، أنه منتخباتنا الوطنية ولاعبي منتخباتنا الوطنية للأسف لم يتم بنائهم البناء الصحيح من خلال الأندية إلا من خلال المنتخبات الوطنية، منتخبات الناشئين والشباب، وتدرجوا حتى وصلوا إلى الأولمبي والأول. نعم عزي. وبالتالي عادة ما يعني رأيت هناك يعني ملاحظة يجب أن تهتم بها الأندية، وهي تلقين اللاعبين الجمل التكتيكية بشكل سليم، بنائهم بشكل صحيح، لأنه للأسف إلى حد الآن المنتخبات الوطنية هي من تبني اللاعبين وليس الأندية. نعم عزي، سؤال أخير ربما لم تفهم بعض أو جزء من سؤالي سابقا. يعني العشرين من يونيو موعد مباراة المنتخب الماليزي، من 12 وحتى 20 من يونيو موعد مشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا التي تقام في بغداد وكربلاء. هل يعني عندما تم تحديد هذا الموعد كنتم متأكدون أنكم ستغادرون هذه البطولة من الأدوار الأولى أم ماذا؟ والله هذا بالنسبة لتحديد الموعد، هذا موعد المباراة التجريبية هذا كان راجع إلى الأمانة العامة وتقريبا حسب الطلب الماليزي وتمت الموافقة عليه. ليست مسألة ان احنا كنا عارفين اننا سنطلع من الدور، او بالعكس انا وجدت لدى اللاعبين حماس وعزيمة ورغبة. طيب كيف سيتم حل هذه المشكلة ان وجدت؟ يعني ان تأهل منتخبنا للنهائي. أنا أترك هذا الأمر إلى وقته. أنا أعتقد أن الجهاز الفني لم يطلعنا على شيء حاليا، لكن أنا متأكد أنه لم يتم استدعاء مجموعة من لاعبي المنتخب الأول إلى جانب معسكر المنتخب الأولمبي إلا وقد وضع في رأسه خطة معينة لذلك. جميل، يعني هناك خيار بديل في حال أن نتأهل منتخبنا لنهائيات بطولة غرب آسيا الأولمبية. من الممكن أن يغادر المنتخب الأول للعب أمام ماليزيا ويبقى المنتخب الأولمبي لخوض بقية المباريات أو النهائيات في بغداد أو كربلاء. هكذا، وممكن في حال يعني لو وصل بإذن الله، لو وصلنا إلى مراحل متقدمة تتعارض مع هذا التاريخ،
فيمكن ساعتها الاعتذار عن هذه المباراة، مع أن الاعتذار قد يكلف اليمن نعم، هناك يعني مشكلة كبيرة في الاعتذار، أعرف ذلك. شكرا لك العزي العصامي، المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، حدثنا من العاصمة المصرية القاهرة. فاصل.